السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيتكم اليوم باسهل وصفه تاع مسمن بدون دلك ولا عجن، ويجيكم كما راكم تشوفوا بزاف خفيف ومورق روعه بلا ما تتعبوا، ما تدلكي، ما تعي راسك، ما والو. انا عندي بزاف انواع نديرهم تاع المسمن. بديت بالوصفه السهله كامل نشارككم بها، وكل خطره نشارككم بوصفه واحده اخرى تاع مسمن ولا بطريقه واحده اخرى. هذه هي. كملوا معايا الفيديو حتى الاخير وتبعوا كامل الخطوات باش ينجح لكم. جبت هنايا كيلو ورطل تاع السميد يكون رطب كامل كما راكم تشوفوا. اختاروا نوعيه مليحه. بالنسبه للماركه اللي استخدمتها انايا في هذا الفيديو، استخدمت سفينه، سميد سفينه، وصراحه عجبني بزاف. كاين هو ولا كاين ثاني سميد تاع ماما معروف، هذاك ثاني شباب بزاف. المهم اختاروا نوعيه تكون مليحه. ضفت عليه 250 غرام تاع فرينه كما راكم تشوفوا، ونخلط بيديا، نخلط عادي باش يتجانس لي هذاك الخليط بين السميد والفرينه. ومن بعد نجي نضيف هنايا ملعقه كبيره ونص تاع ملح. في هذه الكميه تاع كيلو ورطل تاع سميد ب 250 غرام فرينه، مغرف كبيره ونص تاع ملح تجيكم مضبوطه. وانتوما شوفوا الا بغيتوه يجيكم، كاين اللي يبغوه يجي تحسوا بالملح اكثر ديروا كيما تبغوا. المهم هنا يجيكم مضبوط، مقادير مضبوطه. نضيف الماء تدريجيا كما شفتوا. مع الاول نضيف الماء في جهه الملح، نذوبوا شويه هكا في الماء، ومن بعد نبدا نخلط مع العجينه. هنا نضيف الماء عادي تدريجيا ونخلط العجينه تاعي بيديا كما راكم تشوفوا حتى تتلايم لي. هنا الماء اللي استخدمته ماشي ماء دافئ وماشي ماء بارد من الثلاجة، استخدمت ماء عادي بدرجة حرارة الغرفة. نلايم العجينة تاعي حتى تولي لي بهذه الطريقة، ماشي يابسة وماشي طرية مطلوقة بزاف كما راكم تشوفوا. تجي شادة روحها وفي نفس الوقت ثاني ما تتلاصقش في اليد. هذا ما كان لايم العجينة فقط، ما ندلكها ما والو. من بعد نجيب كسرونة كما راكم تشوفوا، حطيت فيها ماء سخون، ماء سخون يكون سخون. ندخل فيها ساشي كيس بلاستيكي كما راكم تشوفوا، يكون جديد ماهوش مستعمل من قبل ماذا بكم. ندخلوا فيه هذاك الماء سخون ومن بعد نعصروا عادي بيديا كما راكم تشوفوا. الفيديو راه يشرح نفسه. نعصروا مليح مليح من هذاك الماء. ومن بعد نجيب هذيك الساشي تاعي هكاك وهي سخونه، ندخل فيها هذيك العجينة كاملة كما راكم تشوفوا. هنا الفيديو درت لكم فيديو خطوات بالتفصيل، وخاصة هي الناس اللي مداري دير مسمن راح تفهم. بصح كاين ناس مبتدئات اللي جامي داروا مسمن، فدرت لكم الطريقة بالتفصيل، ما تخطيت ولا خطوة. كما راكم تشوفوا ندير هذيك العجينة تاعي في الكيس اللي يكون سخون، ونخليها ترتاح حوالي 20 دقيقة حتى نص ساعة. هذه هي. بالنسبة للمسمن، إلا كان عندكم الوقت قد ما تخلوه يرتاح قد ما يجيكم شباب. ولكن إلا ما كانش عندكم الوقت كما أنايا هنايا، كما هذه كي درتو وبصورت لكم الفيديو هنايا ما كانش عندي الوقت، وهكاك وجاني ناجح 100%. المهم خليته أنا هنايا حوالي 20 دقيقة هكاك. ومن بعد جيت نحيته من الساشي كما راكم تشوفوا. أصلا شوفوا كي ديروا في الساشي وتعاودوا ترجعوا تنحوه، تلقاو هذيك العجينة تاعكم ديجا ملساء وتلقاوها ديجا ارتاحت. هذه هي. هنايا انا مانيش ندلك فيه ولا نعيي في روحي، ولا هنايا انا شفت العجينه تماسكت شويه، شفت بلي خصها شويه ما، بديت نضيف في الماء تدريجيا وندير هذه الحركه بيديا، ندخل مليح هذاك الماء في العجين. هذا ما كان ندخل غير الماء في العجين، هذا ما كان، ونديها ونجيبها كما راكم تشوفوا حوالي دقيقه الى دقيقتين، ماشي ما تقعدوش تدلكوا فيها وكامل. هذه هنا ندخل هذاك الماء تاعي، راني نضيف الماء تدريجيا وندخل حتى نتحصل على عجينه كما قلت لكم ما تكونش مطلوقه بزاف، معناتها تكون طريه بزاف تتلاصق وما تكونش يابسه. هذه هي. وانتم شوفوا على حسب كل نوعيه دقيق وكل سميد وكل فرينه شحال تدي الماء. هذه هي. انتم شوفوا عينكم هي ميزانكم. هنا دخلوا هذاك الماء مليح مليح في العجين تاعكم. هنايا كما راكم تشوفوا، هنا بعد ما تحصلت على العجينه اللي راني نحوس عليها، شوفوا ما تجيش تجي طريه وفي نفس الوقت ما تتلاصقش في اليد.
نعاود نرجعها في هذيك الساشي. هذه شوفوا هنا الكيس بلاستيكي هو اللي راهو يلعب الدور باش ما تدلكيشو كامل. كي ديريه سخون مع الاول هو اللي يريح لك العجينه. هذه هي درتها في الكيس وخليتها حوالي ربع ساعه فقط. عاود رجعت ليها نديها ونجيبها بيديا حوالي دقيقه فقط، ماشي وقت طويل. نديها ونجيبها بيديا. هذا ما كان ديجا شفتو كيما كي نحيتها من الساشي لقيتها ديجا سي بون ارتاحت. بدات هي كيفاش تعرفوا العجين تاعكم خلاص راهي بدات ترتاح ولا ارتاحت، تدير لكم واحد الفقاعات هكا، دير لكم فقاعات تشوفوهم في العجين. هذه العمليه تعاودوها 2 خطرات حتى 3 خطرات. تخلوا العجينه ترتاح ربع ساعه في الساشي بعد تعاودوا شوفوا الفقاعات لا يدير فيهم. انا هنايا خليتها 2 خطرات فقط لاخاطش ما كانش عندي الوقت وجاني ناجح 100%. وانتوما الا كان عندكم الوقت وبغيتوه يرتاح اكثر ثاني خلوه حتى 3 خطرات. معناتها خليه في الساشي ربع ساعه، عاودي رجعي ديه وجيبيه، ومن بعد خليه ربع ساعه، عاودي رجعي ديه وجيبيه، وعاودي خليه ربع ساعه، وعاودي رجعي ديه وجيبيه. انا هنا خليتها غير 2 خطرات، معناتها عاودت العمليه 2 خطرات. هذه هي. ومن بعد كي في المره الثانيه درتها في الكيس وخليتها ترتاح حوالي 20 دقيقه، وجيت نديرها ديبول كما راكم تشوفوا. شوفوا راهي مرتاحه جاتني وكما شفتوا ما دلكتها ما عياتني. نقعدوا هذيك تاع ندلكوها بالعشر دقائق ربع ساعه وحنا غير ندلكو تعاير روحكم في باطل. لا راني جبت لكم البديل تاع الدلك والعجن، ما تتعبي ما والو. في نص ساعه ساعه سيبي روحك درتي مسمن مرق وخفيف ويجيكم روعه. هذه كما شفتوا درت العجينه تاعي شكلتها الى ديبول كما شفتوا. وبديت من بعد مباشره نجيب كل بول كل كريه نجيبها نحلها كما راكم تشوفوا، نحلها وندير لها المارغرين اللي استخدمتها سول. هذا ما كان نحل. راهي الفيديو راه يشرح نفسه. نحل لابول تاعي ما خليهمش يرتاحوا هذوك لي بوله مباشره، نحلهم وندير. شوفوا كيفاش العجينه كي ارتاحت مليح. شوفوا ما تتقطع معكم ما والو. ندهنهم مليح بالمارغرين. استخدمت مارغرين سول ولا استخدموا اي نوع مارغرين واحده اخرى اللي تبغوها. ديروا لابيل ولا مهم ما ديروش ماني شويه صامطه في السمن ما تعطيش بالنشابه. ديروا لابيل ولا ديروا سول. ونشكل العجينه تاعي على شكل مربعات ونخليهم يرتاحوا. خلوهم يرتاحوا، نقولوا خليهم يرتاحوا 10 دقائق ربع ساعه. ولا اصلا انت كي تشكلي كامل هذوك المربعات ومن بعد عاودي للاولى، عاودي رجعي للاولى كامل اللي شكلتيها تسيبيها ديجا ارتاحت. ونبداو نطيبوا في المسمن تاعنا. وكما شفتوا راني وريت لكم كيفاش نحلها. عادي نحل الكاري تاعي، ندير طاجين تاعي يسخن مليح، ندير له شويه تاع زيت، وطاجين لازم يكون سخون مليح. ومن بعد نقصلو نديرو على نار متوسطه ونبدا نطيب في المسمن تاعي. هذه نحلها على شكل كاري عادي. الكاري ماشي لازم يجي واللي تبغيه يجي كاري تحليه فوق ورق الطبخ يكون مقطع على شكل كاري. بالك نشارك معكم الفيديو طريقة مرة أخرى إن شاء الله. أنا عادي حليته كاري وطيبته برك. غير شوفوا غير تحطوا الخبزة تاعكم، غير تشوفوها نشفت قلبوها كما راكم تشوفوا، ما تخلوهاش تتحمر هكا. خلوها 5 ثواني ولا قلبوا ومن بعد تاني 5 ثواني ولا وزيدوا قلبوها باش تبدا تنتفخ لكم وتتورق وينجح معكم المسمن تاعكم. ماشي تخلوها طيب على جهه حتى تحمر ومن بعد قلبوها على الجهه حتى تحمر. لازم كل شويه 5 ثواني ولا قلبيها 5 ثواني قلبيها هكا. كي راهي الفيديو راني راهو يشرح نفسه هكا، راني نهدر ونعاود باش الناس تفهم. كما راكم تشوفوا كل 5 ثواني نقلبها حتى تحمر معايا المسمن تاعي، حتى يحمر معايا. النار تكون متوسطه ما تكونش ماشي ناقصه وماشي عاليه بزاف غير تحطوا الخبزه تاعكم تحمر. لا متوسطه عادي. والطاجين يكون سخون. وكي تحطوا الخبزه تاعكم ديروا له فان شويه تاع زيت من الفوق. كي تقلبوها تنزيدوا له شويه تاع زيت باش ما يجيكمش ناشف بزاف، وما تقوش في نفس الوقت الزيت ثاني باش ما يجيكمش مزيت بزاف. شوفوا هنا المسمن تاعنا كيفاش يجي داير، يجي خفيف ويجي رقيق، يجي ما يجيش خشين بزاف، يجي خفيف كما راكم تشوفوا ويجي مورق وانتم تحمرتوا تحكموا فيه نتوما تحكموا فيه. وهذه هي وصفتنا اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. وعادي هذا المسمن تقدروا تحتفظوا فيه في الثلاجه لمده اسبوع اسبوعين عادي. كل يوم سخنوا في الطاجين اللي طيبتوا فيه، سخنوا الكميه اللي نتوما تحتاجوها يرجع تقول جديد هذا وين طيبتوه.
هذه هي وصفتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقاو في وصفة ثانية إن شاء الله. السلام.